عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة. وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وسمارة بتلتقي مع بنت بلادها رانيا اللي فازت بالوصيفة الثالثة لملكة جمال العرب 2022 في حفلة كانت مقامة أمس. ومش هي وبس، وكمان كاميليا ورد فازت بلقب أجمل فنانة للعرب لسنة 2022. ورانيا مش حصلت بس على اللقب ده، ولكن قالت إن هي حصلت مرتين قبل كده على ملكة جمال الجزائر. حبت تهنئها وتعرفها ان هي قد ايه فرحانه برؤيتها، بما ان هم كلهم متجمعين في القاهره. سماره ورانيا وكمان كاميليا ورد، اللي سماره ابدت اعجابها بحصولها على الجائزه في القاهره. كانت هي الوحيدة من ضمن المشاركين العرب الموجودين كلهم اللي رفعت علم الجزائر وتصورت بيه من ضمن كل اللي كانوا موجودين. طبعا تم افتتاح الحفل بالنشيد الوطني المصري، لكن هي الوحيدة اللي مسكت علم بلدها الجزائر وتصورت بيه في وسط كل الناس أو المتسابقات اللي كانوا موجودين. وفق الجميع يا رب ويكونوا دايما سعداء، اللهم امين. واشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.